المهم احنا هنعمل ايه؟ انا خايفه يا مصطفى. وبعدين انت لسه قدامك السنه دي وكمان 4 سنين جامعه، ومش معقول ماما هتستنى عليا كل ده. انا هتصرف. يعني هتعمل ايه؟ مش عارف. نحن في مجتمع كافر، ولنأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فلقد أمر المسلمين أن يهاجروا بعيدا هربا من الكفار، وما أشبه اليوم بالبارحة. فلنفر بديننا من دار الكفر والإيذاء إلى أرض الله الواسعة، حيث يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وبدلا من أن نرى المنكر ولا نستطيع تغييره، سنأمر بالمعروف وننهى عن الفحشاء والمنكر. سنتنفس تنفسا طبيعيا، حيث لا غربة ولا وحشة ولا فتنة ولا فاحشة. ما على المرء إلا أن يعد عدته ويجمع أسلحته للانتصار على شيطانه، ويجهر ما أمكنه الجهر في تقوى الله والاستقامة على أمره. يا ابني شد، يا ابني شد منك ليه؟ يلا يلا. طب ودراستك يا مصطفى؟ هسيبها بقى. سيبها يعني ايه؟ ما انا اصلي لازم اشتغل بقى. طب ما في شبان كتير قوي بيشتغلوا وبيدرسوا في نفس الوقت. بعدين انت يعني ايه اللي طلعها في دماغك فجأة كده يعني مرة واحدة؟ انا ابويا تعب بقى وعايز اريحه. عليا انا ابوك زي الجن، وحتى لو ابوك تعب مرتبه هيفضل ماشي طول عمره وعمرك انت كمان. خيرك سابق يا محمود بيه، بس ريحني وشغلني. ماشي يا درش، هشغلك. بجد؟ امال بهزر؟ هعينك ملاحظ على العمال دول، على الاقل تريحني بدل ما اجي كل يوم. تيجي انت يوم وانا يوم، وهديك يا سيدي 3 جنيه في الشهر. مبسوط؟ ده انا هطير من الفرحه. ازيك يا مصطاوي؟ الله يسلم سيادتك يا سعاده الباشا. تشرب شاي سيادتك؟ لا 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 لا، روح انت وسيبني مع الملاحظ الجديد بتاعكم. استاذ مصطفى هيبقى الملاحظ الجديد بتاعكم. اعمل لك شاي؟ بعمله لحضرتك. لا 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 لا، انا اللي هعمله. بقول لك ايه، اوعى تكون فاكر يا مصطفى ان انا بقيت غني كده يعني مره واحده شطان يعني. لا لا لا، انا تعبت قوي، تعبت قوي واتبهدلت قوي واتمرمطت قوي. عارف انت في يوم من الايام عشان نكسبوا فلوس كنا بنعمله شاي للعمال في المينا. ما تستغربش، انا كنت جن مصور. ابويا كان راجل مدرس صحيح يعني وحالتنا كويسه، بس انا بقى كنت عايز ابقى حاجه تانية خالص من غير ابويا. واي شغلانه في الدنيا يا مصطفى مش عيب ما دام شريفه. اي شغلانه لا يمكن تبقى عيب، المهم انت تبقى في الجمال كله. امسك. عارف يا مصطفى انا بحبك ليه؟ خد قلب. ليه يا محمود بيه؟ بتفكرني بنفسي وانا صغير، عندي ودماغك ناشفه زي الطوبه، ولما تطق في دماغك فكره تنفذها على طول. بالك انا لو العمال دول سابوني ومشوا انا ابني المصنع بنفسي. مش مصدق؟ قوم اوريك. على فين بس؟ تعال بس اطلع. امسك يا درش، عنك يا اسطى. ريح انت بس. شفت يا درش؟ شفت؟ عشان تعرف ان اللي بنى مصر في الاصل كان محمود المصري. هات يا ابني. السلام
السلام ورحمه الله وبركاته. الطالبات من الباب الاخر للمدرج. ما طول عمرنا بندخل من هنا. هذا أفضل لكن منعا للاختلاط. يلا يا منى المحاضرة هتفوتنا. الأخوات الفاضلات من الباب الآخر والأخوة والزملاء من هنا. من امتى؟ ده قرار اتحاد الطلبة. وانا مش موافقه على القرار ده. إذا ستفوتك المحاضرة. مش هدخل غير من هنا. امينه لو سمحتي مفيش داعي لصدام. انت عارف اني مولوده عشان اتصادم، ومفيش حد ايا كان هيفرض عليا اراءه المتخلفه. لو سمحتوا يا جماعه سيبونا نعدي وبعدين نخش من هنا ولا من هناك، ما هو نفس المدرج. النظام اللي قررناه هو اللي هيمشي. ايه البلطجه دي؟ النظام ده يتفرض عليك انت واللي معاك، مش علينا احنا. امينه ارجوكي. ارجوك انت تفوق بقى، بعد ما كنت بتحارب السلطه بقيت واحد من كلابها. يا فندم الولاد بتوع الجامعات الإسلامية طايحين في الجامعة. طب وماله؟ ما هم قدروا يحجموا اليساريين. أيوة يا فندم، بس في كل يوم تقارير عن معارك ومصادمات بينهم. أحسن، خليهم يخلصوا على بعض. المهم اللي يكسب في النهاية يبقى تحت سيطرتنا. ما هو الخوف إن إحنا نفضل نكبر في حد لغاية ما يكبر علينا. عجباني دماغك قوي يا أكرم. العفو يا فندم. طيب اكتب لي بقى الكلام اللي انت قلته ده في تقرير ويبقى على مكتبي بكرة الصبح. حاضر يا فندم. الله، بالمناسبة يا أكرم، أخبار محمود المصري؟ بصراحة يا فندم يعني المشاغل بتاعت اليومين دول خلتني أنسى المصري ده خالص. علي أنا يا أكرم؟ أبدا يا فندم، بس يعني اللي بيحصل اليومين دول ما بيخلينيش أفكر في أي حاجة شخصية. تعالى يا صفتي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اقعد. ازيك يا اكرم؟ أهلا يا باشا. أي أوامر تانية يا فندم؟ لا، بس التقرير اللي أنا طلبته منك بكرة الصبح إن شاء الله يكون على مكتب سيادتك. إن شاء الله. بعد إذنكم. اتفضل. اخباره يا فندم؟ أنت اللي تقول لي أخباره. بيتحرك كتير اليومين دول وبيروح وزارة الاقتصاد واجتمع كذا مرة مع مدير مكتب الوزير والنايب. تصدير ولا استيراد؟ معرفش والله يا فندم. عموما مش مهم، دوره خلاص قرب ينتهي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، نورتوا. ميرسي جدا. برضه 7 شارع سيزوستريس؟ انت حافظت اهو. أمال مش زبايني؟ حلو ده، شكري. لا معلش، حضراتكم هتقعدوا معانا شوية عشان كل البوكيهات اللي موجودة هنا محجوزة. يا مينا. أيوة. أهلا. أحلى بوكيه للأساتذة، خدوا معاك جوه عشان يختاروا الورد اللي هم عايزينه. ميرسي جدا. ألو، منزل سيادة الرائد منير عبد التواب. نقول له مين؟ ثانية واحدة. منير. تليفون عشانك. الو. ايوه انا منير. انت مين؟ طب اوعى تتحركوا من عندك، انا جاي حالا جاي حالا. سلام سلام. مين ده يا منير؟ مخبر سري من عندي. في حاجة؟ مسكوا على الحراميه. مش هتكمل أكلك؟ مش مهم، اما ابقى ارجع. سلام. بعد اذنك يا مينا بسرعه لو سمحت، لحسن ده انا متاخر قوي. مش بعمل لك أحلى بوكيه؟ لما تيجي نمشي احنا وهو يبقى يوصله زي كل مره. عايز اطمن على شكله ونمشي على طول.
الحمد لله على السلامه سعاده البيه، موجودين جوه، عطلتهم لحد سعادتك ما تيجي. خش هات لي العيال دي بسرعه من جوه. بس العلم سعادتك يا باشا باين عليهم ولاد ناس. هنشوف. يا عم انت عايز ايه؟ امشي امشي بقى، امشي. حطهم في البوكس يلا.